السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا من جديد في قناتي سالي's كيتشن. هنعمل في فيديو النهاردة حتة كيكة كلها دلع وكلها روقان في الحر ده، وعلشان نعمل الشكل الكريستالي الهايل ده بكل تفاصيله تعالوا معايا نشوف الطريقة وكمان المكونات. وقبل ما أبدأ مكوناتي ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. في بولة فاضية هنزل بنص كوباية سكر وكمان عليهم نص كوباية سمنة على زيت، يعني ربع كوباية سمنة ربع كوباية زيت. هنقلب المكونات كلها على بعض، وبعد كده هننزل ب2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، وكمان معلقة كبيرة من الفانيليا السايلة أو 4 باكت فانيليا اللي هي 4 أكياس. وهنقلب كل المكونات كلها على بعض، وبعد المكونات كلها ما اتجانست مع بعض هنزل بكوباية من الحليب وهنقلب. تقدروا تستخدموا كوباية زبادي أو كوباية من لبن رايب عادي جدا، وهضيف عليهم معلقة كبيرة من لبن الباودر. هنحط الأول كوباية من الدقيق وننزل عليه بكيس البيكنج باودر اللي احنا شفناه. تقدروا تستخدموا كيك شيف. أنا نزلت هنا بكوباية من الدقيق في البداية، وهخلي معايا كوباية تانية، وهنزل بالكوباية التانية بالتدريج. ادي نص كمان. غالبا الوصفة دي هتحتاج بالظبط كوبايتين. خلينا نفتكر ان كل نوع من الدقيق مختلف عن غيره في امتصاص المواد السائلة بتاعته، فكده خلاص انا احتاجت الكوبايتين علشان يكون الخليط عندي جاهز جدا. وفي وقت ما بجهز الخليط لازم يكون الفرن شغال على درجة حرارة 200 علشان يبدأ يستقبل الخليط بتاعي ده، وهو ده القوام المناسب. هنجهز القالب اللي احنا هنصب فيه الخليط، وهنبدأ ان احنا ندهنه بزيت او سمنة، المهم اي مادة دهنية علشان الكيك ما يلزقش فيه. واي نوع بالمناسبة، مش شرط تيفال او جرانيت، عادي نقدر نستخدم الألمونيوم بس نبطنه كويس قوي بالمادة الدهنية. وفي الخطوة دي بنزل واحدة واحدة وبلف كده معايا القالب في لحظة نزول الخليط عليه، والخطوة دي هتساعدني انه ما يكونش فيه ناحية عالية وناحية هابطة. وبكده خلاص كيكتي جاهزة جدا للدخول الفرن. بالظبط هتقعد نص ساعة أو أقل على حسب الفرن اللي موجود عندك. المهم هنحطها في نص الفرن على درجة حرارة 200. وزي ما احنا شايفين أنا بحاول أسويها وأخبطها كده على الرخامة بحيث إن هي تكون متساوية، وبمسح أي زيادة على القالب من فوق علشان ما تتلسعش. وهو ده شكل الكيك. بصوا ازاي طالع ذهبي وجميل وهش. بالظبط بعد نص ساعة كده بعد ما هدي بدأت بقى ان انا اخلصه من القالب بتاعه. بصوا ازاي شكله هيطلع بكل مرونة ومفيش اي حاجة ولا لزق وزي الفل، هش وقطني، وتقدروا يعني تقطعوه على كده ويتاكل كده سادة من غير اي حاجة. ولكن تعالوا بقى نجهز الفواكه بتاعتي. انا اخترت الفاكهة اللي موجودة في الموسم اللي هو العنب، وكمان الاناناس او الكنتالوب زي ما بنقول، وكمان موز وتفاح. تعالوا نشوف احنا كده قطعنا العنب بتاعي بالنص، وادي بقى الكنتالوب هنبدأ ان احنا نقطعه بشكل عشوائي جدا. ده موجود دلوقتي في الموسم بتاعه. لو الموسم بقى فراولة وموز وحاجات يعني كده اللي موجود تقدروا تعملوه، مفيش اي مشكلة. وكمان نوع الفواكه اللي انتوا بتحبوه او بتفضلوه نقدر نعمل الحشوة بتاعتنا او الكفر اللي هيكون فوق الكيك بتاعي. انا كده قطعت بطريقة عشوائية. ودي 2 موز هنبدأ ان احنا نقطعه شرايح، وهحتاج تفاحية. تعالوا اقولكوا بقى طريقة لتنظيفها من جوه سهلة وبسيطة. ادي المقوار بتاع البتنجان بتاع المحشي. انا عملت كده فتحة من جوه علشان اخد كل البذر والحاجات اللي بتترمي في التفاح، فنضفتها بكل سهولة. بصوا ازاي طالعة نظيفة جدا من جوه. طريقة سهلة لتنظيف التفاح اصلا لو هيتاكل كده عادي. وبعد ما قطعتها صوابع هنبدأ بقى ان احنا نقطعها مكعبات مثلثات زي ما قلتلكوا بطريقة عشوائية. هنقطع الفروت او الفاكهة بتاعتنا. وبكده فاكهتنا بقت جاهزة، وهنحطها في بولة ونسيبها على جنب على ما نجهز بقى طبقات الجيلي بتاعنا. واول طبقة هنشتغل بيها ممكن نشتغل بالموز. في بولة فاضية هنزل بكوباية من المية الساخنة جدا، يعني مغلية في الكتل. وادي جيلي الموز اللي اتفقنا عليه. انا استخدمت كوكس، تقدروا تستخدموا دريم او اي نوع تاني. وعلى طول بالشوكة هنقلب الجيلي بتاعنا كامل كويس قوي عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات.
يعني أول ما بنزل بالجلي كده أو الباودر بتاعه على طول بنقلب، ما نديش فرصة إن هو يكلكع. وضفت عليه ربع كوباية مية من الحنفية أو مية ساقعة. وادي القالب اللي كان فيه الكيك بعد ما اتغسل واتنشف، عملت له مسحة كده من الزيت بسيطة نقدر نعملها بالفرشة أو بمنديل، وصبيت في مصفى كده صغيرة الجيلي اللي احنا عملناه في البداية. وبعد كده ضفت عليه كل الفروت أو الفاكهة اللي احنا قطعناها قطع زي ما شفنا. وخلاص هبدأ بقى بالشوكة ان انا اوزع كل الفاكهة دي علشان تبقى مستوى واحد وما يكونش فيه كده زحمة في مكان معين. وهدخلها الفريزر من ربع ساعة لنص ساعة، وهجهز الطبقة التانية كوباية برضو من المية الساخنة، وهضيف بقى جيلي الفراولة. تقدروا تستخدموا اي لون تاني ولكن عايزين نعمل ميكس الوان. وهنزل برضو بالظرف بتاع الجيلي مع التقليب المستمر على طول علشان ما يكلكعش زي ما اتفقنا. وبعدين هضيف عليه ربع كوباية المية الساقعة او مية من الحنفية. خلي بالكو ان الجيلي الطبيعي على طول بيحتاج كوبايتين من المية، ولكن انا باخد هنا كوباية وربع علشان يكون نسبة التماسك اعلى. وبصوا ازاي بعد ربع ساعة بالظبط في الفريزر بدأت اصب الجيلي، لانه عارفة ان مفيهوش تكتلات، ما حطيتش المرة دي المصفى. وكمان ربع ساعة في الفريزر. بصوا ازاي جامد ومش بيلزق في الايد. انا عايزة اوريكم قوة التماسك عاملة ازاي. تعالوا نعمل الطبقة التالتة وهي الاناناس. نفس الفكرة ونفس الطريقة، كوباية من المية الساخنة وهنقلب وننزل عليها بربع كوباية مية عادية. نفس القصة. هنا أنا حبيت أعمل شوية ترابط أو ميكس مع النكهات والألوان. هتلاقوا الشكل بتاعها في الآخر حلو قوي. وبعد ربع ساعة زي ما قلت كان هو ده شكله. وحطيت شوية من جيلي الأناناس وحطيت بعد كده قالب الكيك. وتعالوا بقى على الأطراف عشان نوزن الأمور والكيك يتشرب الجيلي الطبقة الأخيرة دي كويس. بصوا زي منسوب الجيلي بيعلى وأنا بصبه من الناحية التانية. نفس الرولز اللي أنا ماشية عليها هطبقها برضو. هيتحط القالب لمدة بقى مرة دي نص ساعة لساعة زي ما انتي عايزة، سواء في التلاجة أو في الفريزر. وبعد كده هطلعه على حمام مية ساخنة. هنا صينية عادية جدا حطيت فيها حوالي 1.5 لتر من المية الساخنة من الكاتل، وبعدين حطيت القالب بالظبط دقيقتين 3 أو أقل. وهبدأ إن أنا أقلبها على السيرفيس. بصوا ازاي طالع شكلها. هنا وظيفة المية الساخنة إن هي تطلع لي القالب بكل سهولة من غير بقى ما أطلعها بسكينة أو أسلكها من على الأطراف. تعالوا نشوف الشكل وهي هايلة كده كريستالية. بجد منظر الفاكهة فيها حلو قوي. تعالوا نشوف بقى قطعة كده هنقطعها بسكينة حامية أو مشرشرة ونطلع قطعة من قلبي حلوة قوي. واو بجد شكلها كريستالي موت. مش قادرة اوصف لكم ريحتها عاملة ازاي. تعالوا نجرب بقى الطعم. بتترعش. حبيت ان انا اوريها لكم وهي كده جالي بقى. الكيكة حلوة قوي. كيك هايل ناجح جدا. بصوا ازاي شارب من الصوص بتاع الجيلي. الطبقات بتاعته مميزة، الوانها حلوة. الطبقة الاولانية اللي هي بتاعت الموز ازاي مبينة شكل الفاكهة فيها كده. تقدروا تعملوا جيلاتين لو مش حابين تعملوا طبقة الموز اللي في الأول. يعني لو حابين يكون الفاكهة كريستالية أكتر مش واخدة لون الجيلي بتاع الموز. بجد طعمها فوق الرائع. أتمنى يا رب وصفتي النهاردة تكون عجبتكم. كيك ممتاز قوي للحر اللي احنا فيه ده. اعملوا الوصفة دي ومستنية آرائكم على التعليقات. وما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ودلوقتي بس أقدر أقول لكم لمزيد من الوصفات تابعوني على قناتي سيليس كيتشن. بالهنا والشفا. باي باي.